يلا بينا نعمل مع بعض وجبة فطار جميلة جدا ولذيذة، وتنفع كمان وجبة للعشاء. جميلة ولذيذة جدا، ومكوناتها عندنا في البيت، مش هنضطر ان احنا نشتري مقادير من بره. جميلة وتحفة جدا يا جماعة. لو محتارة تفطري ايه وتتعشي ايه، دي وجبة تحفة جدا، اعتمديها. هتلاقيها موفرة عندك. هنا معايا انا جبت هنا نص كده فلفلاية حمراء على نص فلفلاية خضراء، وحطيتهم قلتهم وحضرتهم. جبت معايا هنا بقى 2 رغيف. العيش ده لو بايت عندك وملوش اي لازمه لازم تعيدي استخدامه تاني. فانا جبت رغيفين وعملتهم بالشكل ده، لفيتهم كده وقطعتهم كده زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. هقطعهم بالشكل ده وارجع اعيد عليهم تاني، اقطعهم مكعبات علشان نقدر ان احنا نستخدمهم بكل سهوله بالشكل ده. يعني احنا هنا استغنينا عن خطوة ان احنا نجيب دقيق ونعجن وكده اهو. جبت بقى معايا بولة كده وحطيت فيها بيضتين، معلقة كده من الفلفل الاسود، ومعلقة من الملح. معايا هنا كوباية من اللبن، هقلب كويس جدا فيهم لحد ما يبقوا خليط واحد. هنا معايا بقى زيتون متقطع شرايح كده بالشكل ده، ومعايا كوباية من الجبنة الموتزاريلا، وهفضل اقلبهم كده اهو. هنا بقى الفلفلايه اللي انا كنت بشويها في الفرن قصدي، جبتها وقشرتها وقطعتها حتت صغيره بالشكل ده، ونزلتها على الخليط اللي انا لسه عاملاه. ومعايا هنا شويه من السمنه وعليهم معلقتين زيت، وسيحتهم كده ونزلت بيهم. معايا هنا معلقه كده من حبه البركه ومعلقه من السمسم، ونزلتهم وضربتهم تاني. جبت بقى كميه العيش بتاعتي وهحطها كده على الخليط السائل ده، واقلبهم كويس جدا. ولو السائل اتشرب معايا العيش، ممكن ازود كمية اللبن. قلبنا كده بالشكل ده، وبعدين هكون محضرة معايا طاسة، احط فيها كده معلقتين زيت، وانزل بقى بالخليط بتاعي وابدأ ان انا اسوي فيه علشان يبقى شبه الفطيرة بالشكل ده. هكون مولعة نار البوتاجاز على نار هادية جدا، وبعدين هحطه عليها. هغطيها بقى كده بالشكل ده اهي، وكل شويه كده اشيل الغطا، اشيل البخار بتاع الغطا علشان ما ينزلش على الفطيره، هيطريها معايا. بعد ما تاخد لون كده من تحت، اقلبها كده في طبق، وانزل احطها تاني في الطاسه بالشكل ده، واسيبها لحد ما تستوي خالص. زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وفي الاخر ده طلع الشكل النهائي للفطيره. وتكوني محضره بقى كوبايه الشاي بتاعتك، ألذ وجبه للفطار، ومش هتحتاري تعملي اكل طلعت لذيذة جدا يا جماعة، وتوفر علينا مجهود كبير، وقفة في المطبخ كتير. اعمليها بقى كده للفطار او اعمليها للعشاء، جميلة جدا. يلا وبالهنا والشفا.